السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتي وقناتكم وصفات جنان شانيل. نتمنى دائما تكونوا بأفضل الأحوال إن شاء الله يا رب وبصحة جيدة مع فيديو جديد ووصفة جديدة لهذا اليوم. الوصفة ديال اليوم بغيت نحضر معكم البسطيلة ديال السمك اللي جد سهلة، الطريقة ديالها جد مبسطة ومفهومة، واكيد بالنسبه للبنات المبتدئات غادي تعتمدوا بهذه الطريقه هذه، غادي تجيكم سهله وكتجي بنينه، واللي ذاقها عندكم اكيد غادي تعجبو. وان شاء الله نتمنى انكم تبقوا معايا حتى نهايه الفيديو باش تشوفوا الطريقه من البدايه الى النهايه. وما تنساوش انكم تبارطاجوا قناه وصفات جنان شانيل لكي تعم الفائده. واكيد غادي نشكركم دائما على حسن المتابعه ديالكم ليا، وما نطولش عليكم باش نبداو على بركه الله في طريقه التحضير. نبداو على بركه الله. من بعد ما حضرت جميع المكونات اللي غادي نبدا نستعمل معكم في البسطيله، غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه من بعد ما خديت الحوت وغسلته، انا ديجا راني خديته نهار قبل وشرملته. غادي نشارك معكم التوابل اللي ضفت في الشرموله. عندي كيلو الا ربع ديال الكالامار، خديت تقريبا 15 حبه اللي غادي نحتفظ بهم كما كتلاحظوا بالقشره ديالهم اللي غادي نزينهم بهم بالبسطيله. وايضا بالنسبه للقشورو حتى هما غادي نستعملهم في الشعريه الصينيه، يعني ما غاديش تلوحوهم، حتى هما راني سبق لي وشرملتهم. بالنسبه للتوابل اللي غادي نستعمل، عندي كيلو ديال الميرنا، كيلو الا ربع ديال الكالامار، نص كيلو ديال الكروفيت اللي غادي نستعمل. اكيد على حساب المستطاع وعلى حساب الكميه ديال الحوت اللي نتوما غادي تستعملوا. انا فقط غادي نشارك معكم طريقه التحضير ديال البسطيله باش كنحضروها يعني في المنطقه ديالنا، او طريقه التحضير ديالنا. ايضا بالنسبه للشعريه الصينيه حتى هي وجدتها معكم، غادي نستعمل تقريبا واحد 4 ديال القطع. خديت هنايا تقريبا عندي نص كيلو ديال اللادان. بعد ما غسلته مزيان بالحامض وخليته حتى نشف وقطعته قطع صغيره مربعه. خديت كيلو ديال البصله حتى هي قطعتها مزيان، يعني ضروري انكم تقطعوها مزيان. عندي الربيع، عندي الفخوماج، عندي موتزاريلا، عندي الثومه. بالنسبه للحوت كما كتلاحظوا، كما قلت لكم راني شرملته صافي. دابا غادي نشارك معكم طريقه الشرموله اللي ضفتها في الحوت. يعني ضفت غير توابل بسيطه. من بعد ما خديت الكميه ديال الحوت اللي غادي نوجد في البسطيله، غسلته خليته حتى نشف ليا. غادي نضيف له التوابل. بالنسبه للقشور ديال الكروفيت حتى هما غادي نحتفظوا بهم بعد ما غسلتهم نشفوا ليا، وغادي نضيف لهم التوابل اللي غادي نستعملهم بالنسبه للشعريه الصينيه. بالنسبه للتوابل غادي نستعملوا، عندي الفلفله الحاره، عندي الكمون، ابصار، ملح، وايضا عندي الخل. غادي نضيف ملعقه صغيره من الكل. بالنسبه للفلفله الحاره على حسب النوع ديالكم نتوما. صافي غادي نحاول انني ندخل فيهم داك التوابل واحتفظت فيهم في المجمد. انا هنا كان مشى ليا الحال ما غاديش نلحق نصور معكم. صافي حتى الغدا عاد حضرت معكم البسطيله. صافي من بعد ما غادي نضيف التوابل غادي نحاول انني نخلط فيهم داك التوابل. انا بغيت نشارك معكم بطريقه خطوه بخطوه حتى بالنسبه للحوت، يعني الشرموله اللي ضفت.
من بعد ما غادي تشرملوا الحوت مباشرة على نار قليلة، غادي تضيفوا تقريبا واحد 4 المعالق ديال الزيت بلدية على نار قليلة، اللي غادي نستعملوا فيهم الميرنة، وغادي نضيف فيهم البصلة. أكيد البصلة من بعد ما حضرناها جميع غادي تقطعوها رقيقة أو تستعملوها في الهشوار من الأفضل. خديت كيلو ديال البصلة وغادي نغطيه، وغادي نخليها تطلق داك الماء ديالها حتى تهبط ليا مزيان، ومن بعد غادي نضيف لها اللادان، وغادي نضيف لها التوابل. من بعد ما ضفت البصلة غادي نضيف الميرنة، غادي نضيفها على نار قليلة. كما كنعرفوا بالنسبة للميرنة ما كتاخذش وقت كتير في الطياب، أنا هنايا تقريبا واحد 5 ديال الدقائق كانت واجدة. غادي نضيف الكمية ديال الميرنة، وغادي نغطيها، وغادي نخليها تطلق ليا داك الماء ديالها. صافي تقريبا واحد 3 ديال الدقائق، ومن بعد غادي نقلبها. غادي نبقى كل مرة كنحرك فيها حتى تنزل ليا البصلة وتطلق داك الماء ديالها كامل، وعاد غادي نضيف لادان. وايضا خديت الكاسرونه وغادي نضيف فيها الماء، وغادي نخلي الماء حتى يسخن ليا مزيان، ومن بعد غادي نضيف القشور ديال الكالامار. الميرنا كما كتلاحظوا كتطلق المرقه ديالها. أيضًا بالنسبة للبصلة صافي كنسخن ليا الماء مزيان، وغادي نضيف القشور ديال الكالامار. غادي نخليه تقريبا واحد 3 ديال الدقايق حتى ل4 حتى يطلق ليا داك اللوغو ديال الكالامار مزيان في داك الماء. تقريبا داك المرق اللي غادي يطلق هو اللي غادي نصفيه مباشرة، وغادي نستعمل فيه الشعرية الصينية. بعد ما طلقت ليا الماء ديالها خليتها تقريبا واحد 3 ديال الدقايق، وغادي نقلبها. أكيد ما كتاخد وقتها في الطياب كتير. صافي يعني كما لاحظتوا ضفت 4 المعالق ديال الزيت، لقات الماء ديالها الكافي. بالنسبة للبصلة كما لاحظتوا نزلات ليا، طلقات داك الماء ديالها مزيان. صافي هنايا غادي ناخد الميرنة وغادي نحيدها، غادي نخليها حتى تبرد، وغادي نقيها. وفي نفس المقلة اللي ضفت فيها الميرنة غادي نضيف فيها تقريبا 4 المعالق ديال الزيت بلدية، وغادي نضيف فيها الكروفيت اللي ضفت له التوابل من قبل، وغادي نضيف شوية ديال الهريسة. صافي غادي نضيفو على نار قليلة، يعني كما كنعرفوا ما كياخدش وقت كتير بالنسبة لهاد الانواع ديال السمك. غادي ندخل فيه الطياب شوية، ومن بعد غادي نحيدو. من بعد ما وجد ليا الحوت غادي نحيدو، وغادي نحتفظ بداك المرقه اللي طلق لينا. غادي نحتاجو بالنسبه للشعريه الصينيه، وايضا في نفس المقله ضفت فيها تقريبا 4 المعالق ديال الزيت بلديه. غادي نضيف الكالامار، غادي نضيف عليه تقريبا رأس ديال المعلقه ديال الهريسه. اكيد بالنسبه للهريسه على حسب الذوق ديالكم نتوما. وغادي نضيف قليل من الملح. صافي غادي نضيفو على نار قليله، غادي نخليه حتى يتعرق. غادي نخليه تقريبا واحد 2 ديال الدقائق، ومباشره غادي نحيدو. وغادي نرجع معكم للقطع ديال الدجاج من بعد ما نزل ليا مزيان مع البصله. غادي نضيف له الشرموله او التوابل. بالنسبه للتوابل غادي نضيف ملعقه صغيره ديال الابزار، ملعقه صغيره ديال السكينجبير، ملعقه صغيره ديال الخرقوم، ملعقه صغيره ديال الملحه. غادي نضيف ايضا سودانيه ديال الدار، وغادي نضيف ملعقه ديال الهريسه على حسب الذوق ديالكم والنوع اللي كتفضلوا نتوما بالنسبه للحار. وغادي نضيف الثومه والقزبر والمعدنوس، انا ديجا عندي مخلط.
غادي نضيفو وغادي نحرك مزيان حتى يتشرمل ليا داك الدجاج مزيان. ومن بعد غادي نضيف الزيتون. بالنسبه للزيتون اكيد من بعد ما غسلته وخليته حتى نشف ليا وغادي نضيفو. من بعد ما وجدت ليا الشعريه اللي غادي نضيف البسطيله، هنايا غادي نشرملها وغادي ناخذ داك المرق ديال الحوت اللي سبق لي وشاركت معكم. ضفته في الزلافه ديال الكروفيت والكالامار. صافي في نفس المقله غادي نضيف الكميه ديال الشعريه الصينيه اللي غادي نشرمل اللي غادي نستعملها في الحوت. غادي نضيف القزبر والمعدنوس وغادي نضيف ملعقه صغيره ديال الهريسه. وغادي نضيف شويه ديال الخرقوم. بغيتو انكم تستغناو عليه، يعني فضلتوا ان الشعريه تبقى يعني باللون ديالها. بغيتو انكم تضيفوا راس معلقه ديال الخرقوم. صافي غادي نضيف شويه ديال الابزار. غادي نحاول انني نشرملها في داك المرق ديال الحوت على نار قليله. وغادي نضيف تقريبا 2 معالق ديال الزيت بلديه. صافي غادي نخليها تقريبا واحد 2 ديال الدقائق ومباشره غادي نحيدها.
صافي هنايا من بعد ما وجدت الحشوة كاملة غادي نبدا نعمر في البسطيلة. بالنسبة للحشوة ضروري تخلوها حتى تبرد ليكم مزيان، يعني هذه اللي كنأكد عليها، حتى تبرد ليكم الحشوة مزيان عاد تبقاو تعمروا في البسطيلة. بالنسبة للورقة كما لاحظتوا انا هنايا عندي واجدة. حتى بالنسبة للحشوة يعني كما لاحظتوا فرقتها حتى تبرد ليا مزيان، وغادي ناخذ الطاوة اللي غادي نعمر فيها البسطيلة، غادي ندهنها مزيان بالزبدة وغادي نفرش عليها الورقة وغادي نبقى نعمر البسطيلة ديالي. بالنسبة للحشوة أنا كنفضل أنني نخلطها، وكنفضل هاد الطريقة هادي. أكيد ما غاديش نضيف الميرنة، غادي نخليها حتى نضيفها في الوسط مع الفرماج الأحمر.
من بعد ما وجدت ليا البسطيله خرجتها من الفرن مباشره. انا كنخليها تاخذ الوقت الكافي في الطياب ديالها في الفرن، كتكون على درجه الحراره قليله، واكيد على حسب نوعيه الفرن اللي كتستعملوا نتوما. صافي هنايا كانت عندي واجده غادي نضيفها في الطبق التقديم اللي غادي نقدمها فيه. بالنسبه للكروفيت ما خليتوش انه يطيب ليا بزاف كما لاحظتوا، باش يبقى لي على الحجم ديالو. ايضا الحامض اللي غادي نتوق به، واكيد كما كنقول لكم دائما بالنسبه للتزيين كل واحد والاختيار ديالو، كل واحد والذوق ديالو. انا زينتها بطريقتي وان شاء الله نتمنى انها تعجبكم، واكيد اكيد غادي تجربوها بطريقتي وغادي تعجبكم بزاف، ونتمنى انها تكون الطريقه مفهومه مبسطه. وكنشكركم دائما على حسن المتابعه ديالكم ليا، ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده مع قناتي وقناتكم وصفات جنان شانيل.